نظم أنصار ومحب فريق المغرب فاسي لكرة القدم قبل قليل مظاهرة سلمية حاشدة تحت إشراف الفصيل فطال تيغرز المساند للفريق احتجاجا على وضعية النمر الأصفر. وجال المتظاهرين عصر يومه الجمعة مجموعة من شوارع العاصمة العلمية انطلاقا من ساحة حديقة الأطلس مشيا على الأقدام حاملين لافتة كبيرة كتب عليها الجامعي إلحاد. ووجهت مجموعة من الانتقادات للرئيس إسماعيل الجامعي رئيس فريق المغرب فاسي، والذي يطالبه المتظاهرين بالتنحي عن رئاسة فريقهم في الوقت الذي ينتظر أن تنتهي هذه المظاهرة السلمية بولوج ملعب فاس الكبير الذي سيحتضن مساء يومه الجمعة مباراة مصيرية لفريق الوداد الرياضي الذي سيحل ضيفا على المص برسم الدورة الأخيرة من الدوري الاحترافي. وتتزامن المظاهرة ذاتها مع مباراة صعبة للفريقين الفاسي والبيضاوي على اعتبار أن الفريق البيضاوي ملزم عليه الانتصار والانتظار ما ستؤول إليه مباراة عاصمة البوغازي والتي سيحتضنها ملعب طنجة الكبير بينه فارس البوغازي وضيفه الثقيل متزعم البطولة فريق الجيش الملكي.